اسم حضرتك بصوت عالي؟ هناء سالم وحازم ابراهيم. دكتور لو سمحت بس طمني عليها. ان شاء الله خير، اطمن عليها. الحمد لله على السلامة. الدكتور قال لك حاجة؟ لا ماليش حاجة، بس اطمني المرة دي هتظبط، أنا مطمن. أنا المرة دي مش مطمنة. شكل الدكتور وهو خارج مكانش يطمن. أنا حاسة إنه مش هيثبت زي المرة اللي فاتت. طب هو الدكتور هيعرف منين يا حبيبتي؟ لازم يعدي أسبوعين عشان النتيجة تطلع، وكمان لا قدر الله لو ما ثبتش معلش شهرين ثلاثة ونجرب تاني. لا أنا مش هجرب تاني. مش عايزة كل شوية أبقى بعشمك وأعشم نفسي على الفاضي. طيب بصي يا حبيبتي، احنا كلها أسبوعين ونعرف النتيجة، ممكن ما نفكرش في حاجة بعد أسبوعين نبقى نقرر. لا ساعتها أنت اللي لازم تقرر هتعمل إيه. يعني إيه؟ مش فاهم. أنت لازم تتجوز واحدة صغيرة تخلف لك ويبقى عندك عيلة زي ما مامتك عايزة. يا انت هبلة، اتجوز ايه؟ بلاش الكلام العبيط ده. كنت عليك من ده بإيه؟ أنا بقالي سنتين مش حاططك في المستشفيات والمعامل على الفاضي. مفيش حاجة اسمها على الفاضي هنا، مفيش حاجة اسمها على الفاضي يا حبيبتي. هنا لو لا قدر الله ربنا ما أردش هيبقى ده نصيبنا، هنعمل ايه؟ المهم ان احنا مع بعض، صح؟ بس انت تستحق ان يبقى لك ولاد ويبقى لك عيلة. مش انا كفايه عليا انت وخلاص. انا مش فاهم ايه في ايه البنج ده مضروب ولا ايه؟ عامل معاكي نكد ليه كده؟ انا غيرت دكتور التخدير ده. وانت يا عم اثبت بقى، ما تكسفنيش قدام امك القمر دي.